وشكون فينا ماشي من العشاق ديال المسمن ديال الفران، خصوصا الا كان مسمن ديال الفران والحشوه ديال البسطيله، فراه غادي تعجب الكبير والصغير. كوني اكيد اختي. اليوم غادي نحضروه بواحد الطريقه زوينه اختي وسهله اللي غادي تجيب لينا مسمنات مقرمشين اختي. والاهم من ذلك غادي نحضروا واحد الحشوه اللي معلكه وغادي نقول لكم الاسرار ديالها. يلا اختي دخلوا الكوزينه نحضروا هاد المسمنيات وردي عليا الخبر. فاول حاجه غنديروها هي غادي نحضروا العجين. بالنسبه للعجين فخديت 500 غرام ديال الدقيق فورس، وكذلك ضفت كاس صغير من دقيق فينو، يمكن لكم البنات تستغناو عليه. ضفت معلقه من سكر سنيده، الملحه، كذلك غادي نضيف بيكن باودر او الخميره كيميائيه، غادي نضيف معلقه ديال الخل. فبالنسبه للخل ضيفوه المعجنات راه كيجي زوين البنات، وقبصه ديال الخميره ديال الدار اولا الخميره ديال الخبز كتخلي لنا العجينه دغيا كترخى البنات. فبديت كنضيف في الماء حتى كتجمع ليا العجينه وكتجيني بداك القوام اللي انا باغاه. هانتوما كنبدا نضيف الماء بشويه بشويه البنات حتى كنحصل ديك العجينه اللي انا باغا. من بعد فكنخليها تلك ليا شويه في العجانه. فبالنسبه للبنات اللي ما عندهمش معدليك اختي، غير جمعي العجينه ودهنيها بالزيت المائده، غلفيها بالميك اختي وحطيها في الكوكوت وديري الصفاره. شتوني دايرها في شحال من فيديو اختي قبل. ديروا الصفاره خلوها تقريبا ساعه، ملي كتجيو ترجعوا كتلقاو العجينه بانها تلكت لكم بوحدها اختي. فبالنسبه لي انا غلفت العجينه، غلفتها بالفيل وغادي نخليها حتى ترتاح لي على خاطرها. دابا غادي ندوز للحشوه. بالنسبه للحشوه غادي ناخذ حساب 3 البصلات اللي يكون الحجم ديالهم كبير، غادي نقيهم وغادي نقطعهم في هذا الهشوار، غادي نقطعهم رقيق البنات، غادي نديرهم في الكوكوت وغادي نبدا نضيف في التوابل. غادي نضيف 2 معالق صغار ديال السكينجبير اولا معلقه كبيره، نص معلقه صغيره ديال البزار، معلقه صغيره ديال الكركم، 2 معالق صغار ديال القزبر يابس، دامه ديال الزعفران. الا كانت عندكم زعفران شعره ضيفوه، بالنسبه لي انا اكتفيت غير بالدامه ديال الزعفران. معلقه من توابل ديال البسطيله وضفت 2 عواد ديال القرفه، وكذلك ضفت راس معلقه ديال القرفه مدقوقه. فضفت 4 كاس ديال الخليط ما بين زيت المائده وزيت الزيتون البنات، كذلك ضفت نص معلقه ديال السمن. من بعد السمن فضفت البنات الملحه، سديت على الكوكوت ودرت لها الصفاره وحطيتها فوق النار، خليت حتى كتعلق ليا البصيله البنات. بالنسبه للدجاج فلاحظتوني انني ما درتوش. بالنسبه للدجاج فراه عندي طيب من البارح، كانت عندي واحد المناسبه وكان عندي دجاج طيب، فكان خاصني غير ندير التغميره. هانتوما من بعد ما دازت نص ساعه البنات حليت على الكوكوت وشفت البصله واش بدات تعلق عندي، فلقيتها بدات تعلق، ضفت ليها ربطه ديال خليط ما بين الربيع والقزبر سديت على الكوكوط البنات حتى تعلق ليا البصله مزيانه البنات. الا لاحظتوا بانني عاودت زدت الزيت، هادشي علاش قلت لكم 4 كاس ديال الزيت خليط ما بين زيت المائده وزيت الزيتون. هنا هانتوما كتشوفوا الدجاج عندي بانه حاضر اختي، وهانتوما راه كيبان لكم بانه محمر لانه كان شاط ليا من العراضه، هذاك الشيء علاش البنات. فانا شديته فرتته مزيان، من بعد دوزته في الهاشوار، غير الهاشوار اليدويه حتى جاني هذا الشكل البنات. هنا كنضيف ليا اختي معلقه ديال القرفه مطحونه البنات، وكذلك ساشي ديال السكر بالنكهه ديال الزهره البنات. جربوه وردوا عليا الخبر. كذلك غنضيف سكر سنيده. بالنسبه للبنات سكر سنيده فكيبقى حسب الذوق، كاين اللي كيبغي البسيطلات يعني كيكونوا حلوين وكاين اللي كاين لا. فبالنسبه لي انا درت معلقه كبيره ديال السكر سنيده. غادي نرجع الكوكوت غادي نحلها من بعد ما دازت ربع ساعه. فشوفوا الشكل ديالها كي كيكون كي كتجي التعليكه. هنا غادي نحيد العواد ديال القرفه اللي ضفت، وكذلك غادي نحيد ديك الربطه ديال الربيع اللي كنا ضفنا. هانتوما فغادي نحيدهم وشوفوا التعليكه. وعلاش قلت لكم 4 كاس ديال الزيت، شوفوا الزيت كي كيبان لكم الفوق. هانتوما هنا غادي نرجع للعجينه. بالنسبه للعجينه البنات غادي نقطعها كرات على حساب الحبه ديال الماندالينا اولا الحبه ديال المشمش هكاك صغار البنات. فانتوما اللي تحكموا في الحجم ديال البسيطلات، بغيتوهم صغار فصغروا الكرات، بغيتوهم شويه كبار كاين لكم تكبروا الكرات، ولكن البنات ما تكبروهمش بزاف حينتاش العجينه ديال المسمن خاصها تجينا اختي مورقه. فبالنسبه لي انا شوفوا فالحجم قطعته قد الحبه ديال الماندالينا. من بعد فانا نبقى بحال هكا حتى نكمل ديك الكميه ديال العجينه كامله نقطعها دوائر.
ومن بعد ما قطعتها فغادي نغطيها بالبلاستيك غذائي. هنا غادي نرجع للتغميره ديالي اختي، غادي نضيف معلقه كبيره ديال السكر سنيده. فبالنسبه للحلاوه البنات نتوما اللي تحكموا فيها، وغادي نخلط، ولكن البنات راه كتجي مذاق ديالها ولا اروع. بالنسبه للبيض فكناخذ 5 كنديرهم في واحد الجبانه، كادي نضيف ليهم الملحه، وكذلك كنخلطهم مزيان وكنضيفهم. ملي كنبدا نضيف بشويه بشويه البنات، وانا يدي في الكوكوط كنخلط باش ما كيطيبش ليا البيض بوحدو، لا كتجيني التغميره مخلطه مع البيضه البنات. اللي بغى يستغنى البنات على البيض فيمكن ليه يستغنى عليها. بالنسبه لي انا كتجيني البسيطلات بالمذاق ديال البيض احسن البنات. فكنبقى بحال هكاك حتى كتكون عندي كما داك الكميه ديال البيض اللي عندي، وكتعلق ليا ديك التغميره. فكنبقى بحال هكاك حتى كتنشف البنات، بقاو معاها حتى كتنشف. من بعد فكنضيف ليها انا الدجاج اللي قطعنا مع بعضياتنا كنضيفو للتغميره. الناس اللي بغاو يديروا التغميره بوحدها والدجاج مفرتت بوحدو بحال هكاك يمكن لهم يديروا، لا بالنسبه لي انا فكنخلط التغميره مع الدجاج البنات. هنا من بعد ما كنقطع ديك الكميه ديال العجينه اللي عندي كامله كنقطعها دوائر اولا كرات، فكنخليهم يرتاحوا. من بعد ما كيرتاحوا فكناخذ اول كره قطعت نسرحها اولا كنبسطها بالزيت. هانتوما من بعد ما كنسرحها بالزيت فراه كتجيني ساهله انها تسرح بالزيت، وكذلك انها ما كتقطع ما والو. هادشي علاش قلت لكم خليو العجينه البنات ترتاح. انتما فهم هنا كنبقى نرقق فيها حتى كيبان ليا سطح العمل البنات. هنا غادي ناخذ الحشوه فغادي نديرها في الجنب ديالي اولا فوق سطح العمل. غادي ناخذ واحد الكميه منها حساب ما بين 2 معالق حتى 3 المعالق ديال الحشوه. فانتما كتحكموا في الكميه ديال الحشوه البنات. هنا درت حساب 3 المعالق ديال الحشوه. كذلك هنا خديت الخليط اللوز كونكاسي اللي طحنته مع بعضياتنا. خليط ديال اللوز كونكاسي فيه اللوز وفيه كذلك سكر كلاصي والقرفه اللي درت منه رشيشه. من بعد فغادي نشد النصف الاول ديال العجينه اللي حطيته على الحشوه، غادي ندهنه بالخليط ديال الزيت والزبده وغنرشو بالفينو. غندير عليه النصف الثاني ديال العجين، كذلك غادي ندهنه بالخليط ديال الزيت والزبده وغادي نرشو بالفينو. كندير عليه النصف الثالث ومن بعد نصف الرابع حتى كنشكل مربع. كنحط هذا المربع فوق سطح العمل وكناخذ الكره الثانيه. من بعد ما كناخذ الكره الثانيه كنسرحها بالزيت حتى كترقق ليا العجينه مزيان. هانتوما فمن بعد ما كترقق ليا مزيان كندهنها بخليط ديال الزيت والزبده، كنرشها بالفينو، كندير داك المربع اللي حضرنا مع بعضياتنا اولا المربع اللي فيه الحشوه كنديروا الوسط، لكن الثانيه خاصها تكون في تحت البنات. شوفوا هانتوما الثانيه فرا كتكون لتحت. كندهن داك المربع بالقليل ديال الزيت والزبده، كنتنا عليه النصف الاول ديال العجينه، كندهن بالخليط ديال الزيت والزبده. شوفوا البنات غير دهنه خفيفه كنرشوا بالفينو، كنتني عليه النصف الثاني، كذلك كنرش بخليط ديال الزيت والزبده وكنرش بالفينو وكنتني عليه النصف الثالث ومن بعد النصف الرابع. كنبسط شويه داك المربع كنبسطو بيديا وكنحطو في الطاوه اللي كتكون بطبيعه الحال عندنا مدهونه البنات. كنعاود نشكل مربع اخر، فكناخذ كره اللي كنعاود نسرحها بالزيت البنات حتى كيبان ليا سطح العمل اولا كترقق ليا الكره. هانتوما ضروري البنات ترقوا باش يجيكم هاد المسيمنات مرقين. هنا كنبقى بحال هكا حتى كنرققها مزيان، كندير لها الخليط ديال الزيت والزبده كندهنها بها. شوفوا البنات كناخذ غير الخليط قليل، كنرشه بالقليل ديال الفينو يعني قليل مهزو سبعاتي. كندير الحشوه، بالنسبه للحشوه قلت لكم ما بين 2 حتى 3 المعالق ديال الحشوه، كندير على شكل مربع. هانتوما كندير على رشه ديال اللوز اللي فيه خليط ديال اللوز مع السكر كلاصي والقرفه. كنتني النصف الاول
ديال العجينه، كندهنو بالخليط ديال الزيت والزبده وكندير عليه الفينو البنات. كنتني عليه النصف الثاني، كذلك كندير عليه خليط ديال الزيت والزبده ونرش الفينو. كندير النصف الثالث وكذلك كنتني عليه النصف الرابع. كنحط داك المربع في الجنب ديال سطح العمل. كنعاود ناخذ كره اخرى اللي كنبسطها او كنسرحها مزيان بالزيت هانتوما البنات حتى كترقق ليا. كنتهنى بالخليط ديال الزيت والزبده، كنرش بالقليل من الفينو. كندير داك المربع الوسط اللي فيه الحشوه، كنتني عليها النصف الاول ديال العجينه، كندير ندهنها بالخليط ديال الزيت والزبده، نرش بالفينو البنات. كتني عليها النصف الثاني حتى هو اللي كندهنو بالزيت والزبده ونرش عليه الفينو. كنتني عليه النصف الثالث والنصف الرابع. فراه الفيديو موضح نفسه بنفسه البنات. ملي كنكمل المربعات فكنديرها فوق الطاوه البنات. كنبقى بهاد العمليه حتى كنكمل دوك المربعات اللي عندي كاملين في التشكيل وكتعمر عندي الطاوه. هانتوما فهنا راه كتبان لكم الطاوه عندي عامره وباقي عندي الحشوه البنات. هانتوما فكنبقى بهاد العمليه حتى كنستف دوك المربعات كاملين في الطاوه اختي. من بعد فكندهنهم بالقليل من الزيت. هانتوما البنات ماشي الزبده، الزيت، لان الزيت هو اللي كيقرمش لينا البنات. هانتوما من بعد ما دهنت كاع المربعات اولا المسيمنات بالزيت فغادي ناخذ واحد الكيردو اللي غادي نثقب دوك المسيمنات مزيانه البنات. شو هانتوما باش ما يتنفخوش لكم في الفرن، فحاولوا تثقبوهم مزيان وياكم تنساوهم لانهم غيتنفخوا لكم في الفران. من بعد ما غادي نثقبهم مزيان فانا في هذا الاثناء راني مشاعله الفران، يعني يلا غادي نبدا نشكل في المربعات فغادي مشاعله الفران لان عندي الفران ديال الاتيمات شويه كيكون ثقيل فخصني نكون سخون قبل. فحطيت الطاوه ديالي في الرف الاخر حتى كيطيب ليا المسيمنات ديالي من التحت. بالنسبه لدرجه الحراره البنات فرا درت على 300 درجه والفران شاعل من الفوق ومن التحت البنات. وكنبقى مره كندور في الطاوه البنات هانتوما باش يتحمروا ليا من التحت كاملين البنات. من بعد ما كيتحمروا ليا فكنطلع الطاوه الفوق باش كيتحمروا ليا من الوجه. وهذا هو الشكل اولا اللون اللي كتاخذ ليا المسيمنات من الفوق، فرا كياخذوا واحد اللوين زوين البنات وكيجيو مقرمشين. بالنسبه للتزيين فانا درت التزيين بسيط، دهنت دوك المسيمنات بالعسل ورشيتهم باللوز كونكاسه البنات كما يمكن لكم ترشوهم باللوز ايفيلي، وزينتهم بالورد البلدي. يعني تزيين بسيط اختي ولكن كونوا اكيدين انهم كيعجبوا الكبير والصغير. شوفوهم كيجيو مقرمشين. فانا خديت مسيمنيه اللي قطعتها معاك فرا كتجي مورقه من الداخل وكتجي مقرمشه البنات. بالنسبه لي هاد المسيمنات فرا كيجيو مورقين. شوفوا البنات، شوفوا التوريقه وشوفوا الحشوه الوسط البنات. كونوا اكيدين انا بعدا كاين شخصيا ملي كنحضرهم في الدار راه كلشي كيعجبو، كلشي كيبقى يشكر فيهم. كنتمنىكم انكم تجربوها وتردوا عليا الخبر بطبيعه الحال. ما تنسوش الا عجبتكم الوصفه تبارطاجوها مع الاهل والاصدقاء. دمتم في رعايه الله والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.